قصة رائعة حصلت قبل 100 سنة بين سلاطين يافع وجيش الإمام يحيى بن فسلاطين يافع هي قريبة من المناطق الشمالية. سلاطين يافع على رأسهم السلطان بن هرهرة اليافعي تحالف مع الإمام وحرروا منطقة يافع كلها من البريطانيين وتمركز جيش الإمام يحيى في يافع. أنصح اللي فاتتهم يعني الأجزاء السابقة أن يعودوا لمتابعتها على قناتنا على اليوتيوب. حقيقة يعني بدأت الخلافات بين يافع وبين بريطانيا، يعني لم تدخل يافع تحت حكم بريطانيا، فظلت بينهم خلافات، فبدأت بريطانيا بإرسال مندوبين ووساطة بين بريطانيا ويافع. فحدث مرة أن أرسلوا السلطان العبدلي لمشايخ وسلاطنة يافع، والسلطان العبدلي كان بالأصل هو مع يافع يعني، ونخسه كان يقول نحن ضد بريطانيا، نحن معكم. أيضا أرسلت بريطانيا المندوب أحد قادتها كان الميجر فيليبس البريطاني إلى السيلة البيضاء من جهة يافع السفلى أيضا، يعني الكسب ود القبائل وتوزيع العطيات. فلما عاد القائد البريطاني خائب من سفارته، بدأت بريطانيا تشكل ضغوط على يافع السفلى والسلطنة العفيفية بحكم أنها محادة لعدن ولحج. فجمع السلطان العفيفي جمع مشايخ المكاتب وطلبهم للاجتماع للمشاورة والتداول حول هذا الأمر يعني والضغوط التي تمارسها بريطانيا. فلما عاد خائب القائد البريطاني وعلم الإمام بأن هناك ضغوط على يافع، بدأ يراسل سلطنة يافع العليا التي يعني على رأسها السلطان هرهرة، بدأ يقول له توسط بيني وبين مشايخ وعقلاء يافع، وأنا أريد أعود لحكم يافع وأنا أولى من النصارى. فرد عليه بزام أيضا السلطان هرهرة، قال هذه طلبت اليافعي يوصل لحل، الحل عنده للعقول الراجحة، أنتوا لكم حيا على خير العمل وإحنا لنا آمين بعد الفاتحة، وهذا تاريخ. يافع هي قريبة من المناطق الشمالية. سلاطين يافع على رأسهم السلطان بن هرهرة اليافعي تحالف مع الإمام وحرروا منطقة يافع كلها من البريطانيين أخرجوها، وتمركز جيش الإمام يحيى في يافع. طيب هذه المقدمة كلها يا أخوة علشان القصة دي حصلت بين جيش الإمام وسلاطين يافع. الآن نبدأ قصتنا. القصة يا رجال بعد فترة من تمركز جيش الإمام في يافع، الإمام على المذهب الزيدي وجيشه، ويافع وسلاطينها على المذهب الشافعي، وفيه اختلافات بسيطة ما تسبب مشكلة. قايد جيش الإمام أو أمير جيش الإمام لاحظ إن أهل يافع ما بينطقوش كلمة حي على خير العمل في الأذان، فطلب منهم انهم يرفقوها في الاذان، ينطقوها في الاذان، فهم رفضوا قالوا لا ما مش حي على خير العمل. فاصر امير الجيش هذا انهم ينطقوا كلمة حي على خير العمل في الاذان. يافع وسلاطينها رفضوا، فحصلت فتنة وكثر الهرج والمرج، وكان الموضوع يصل الى اقتتال فيما بينهم. فامير جيش الامام أراد أنه يستعمل القوة أو يفرض كلمة حي على خير العمل بالقوة على أهل يافع، لكن ما يقدرش يستخدم القوة إلا بأمر من الإمام، إلا بإذن من الإمام يحيى حميد الدين. فأرسل رسالة إلى الإمام يحيى كتب له فيها: يا سيدي الإمام، هناك بوادر تمرد علينا من قبل رجال يافع وسلاطينها، بيستأذنه في استخدام القوة لجمع تمرد هذا. تضحك طبعا، لم تفهم مغزى الكلام. المفروض هذا يحل مشاكل، هذا يحل مشاكل، هذا المفروض يحطونه يلقح نخل، تلقح النخل. بيستأذنه في استخدام القوة لجمع تمرد هذا. ما وضح له شيء ايش سبب المشكلة او ان الخلاف على كلمة حي على خير العمل، لا ما وضح له هذا الشيء، خلى الموضوع مغطى وقال له تمرد في التمرد. وصلت الرسالة لعند الإمام يحيى حميد الدين، والإمام يحيى هذا كان رجال حكيم وصاحب عدل،
كتب رسالة فطواها وتركها على جنب، وكتب رسالة ثانية أرسلها إلى سلاطين يافع يطلب منهم الحضور إلى عنده لإيجاد حل للمشكلة الحاصلة. سلاطين يافع طلعوا البعض منهم على رأسهم السلطان بن هرهرة اليافعي، وصل إلى صنعاء إلى قصر الإمام يحيى حميد الدين، وبدأ الكلام بقوله: لهذه طلبت اليافعي تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حيا على خير العمل وإحنا لنا آمين بعد الفاتحة. فقط قال هذا الزامن البيتين الشعر: لهذه طلبت اليافعي تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حيا على خير العمل وإحنا لنا آمين بعد الفاتحة. معنى كلام السلطان بن هرهرة إنه أنتم على المذهب الزيدي بتنطقوا في الأذان حي على خير العمل، وإحنا على المذهب الشافعي ما ننطقها، وفي نفس الوقت إحنا في المذهب الشافعي بننطق كلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنتم ما بتنطقوها، فأنتم لكم حي على خير العمل وإحنا لنا آمين. يعني الموضوع ما يحتاج خلاف، كل واحد على مذهبه. الإمام لما سمع البيتين هذا أو الزامل هذا أدرك وعرف أن الخلاف بسبب كلمة حي على خير العمل، فابتسم، يعني جاء الدنيا عادي ما فيش حاجة، ابتسم وقال: نعم 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 نعم، وليظل كل منا على مذهبه وعلى ما يؤمن به ويعتقده، ونسأل الله تعالى أنه يتقبل منا ومنكم إلى هنا وكفى. الله 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 على السلطان بن هرهرة، الله الله على الإمام يحيى حميد الدين، كانوا أصحاب حكمة وأصحاب عقول راجحة. الرقصات هي عدة أنواع. ويلي وعلى راسي حطيت اللي يسأل عني، والما يسأل بالناقص ما نسأل عنه.